خالد ازي حضرتك؟ ازيك حبيبي عامل ايه؟ خالد ازي حضرتك؟ الف مبروك. الحمد لله. ازي حضرتك يا كابتن؟ تمام. ترجعوا امتى يا محمد؟ مبارك لحضرتك ومبارك لجمهور الزمالك كلها. اه هترجعوا امتى يا محمد؟ النهارده او بكره؟ لا لسه هنرجع، لسه بكره هنرجع، بعد بكره ان شاء الله يا كابتن. هترجعوا بعد بكره؟ مفيش طيران، هنرجع بعد بكره ان شاء الله. محمد، يعني النهارده الحمد لله ربنا عدى المباراه على خير. شفتها ازاي يا محمد؟ يعني قول لي كل الاجواء، الجو عامل ازاي والرطوبه، هل فعلا نفسكم كان مش زي الاول؟ نمره 2، حكم المباراه النهارده والمباراه نفسها شفتها ازاي؟ كابتن احنا النهارده بنلعب، مش بنلعب ماتش كوره، ده احنا النهارده يعني بنحارب. النهارده الحكم ضدنا وبنلعب فرقه كويسه، واحنا نازلين في ناس رشه ميه على الكابتن عبد الواحد كده، ايده بقت تاكله بين الشوطين. حاجات غريبه كده يا كابتن، نازلين ميه ترش علينا وناس ترمي حاجات في الجون تنزل، وبيض في الاجوان وحاجات غريبه كده يا كابتن، اول مره نشوفها في الكوره بصراحه. الحمد لله يعني النهارده تعادل، والحمد لله على الصعود طبعا. بالنسبه للجو يا محمد؟ والله الجو حر يا كابتن، بس يعني يعني كويس لحد ما. وطبعا الفريق البطل لازم يلعب في كل حته ولازم يستحمل كل الاجواء، فالحمد لله احنا لعبنا الحته ديت، فالحمد لله ربنا كرمنا في عدنا النهارده، فربنا كرمنا الحمد لله اللي احنا تاهلنا دور ال 16 الحمد لله. محمد، عايز اسالك سؤال، ليه النهارده يعني كنتوا بترجعوا لتلت ملعبكم، تبتدوا تدافعوا من تلت ملعبكم، وما كنتوش قادرين في بعض الاحيان ان تعملوا الهجمه المرتده؟ انا حسيت ان الجو صعب شويه. هو الجو صعب يا كابتن، الملعب سرتان، وفي كمان هم كانوا بيلعبوا على الطويله، فاحنا لو كنا لعبنا فتحنا الملعب كله كان هيتعبونا. فكنا احنا بنلعب يعني بندافع من ثلث الملعب، بحيث لو رحنا بواحده وجبنا يبقى كويس، ما جبناش ما يخشش فينا، ده كان اهم هدف عندنا، ان احنا لو ما جبناش ما يخشش فينا. الحمد لله لعبنا على دي كويس. النهارده بسم الله ما شاء الله بقى الفرقه كلها خط ظهر عندنا محترم، نص ملعب محترم. الناس اللي بره كله كابتن النهارده كلنا بايد واحده، كابتن ابو واحد كلنا ايد واحده. الحمد لله ربنا يعني تعبنا النهارده، والحمد لله ربنا كل تعبنا اللي احنا الحمد لله تاهلنا دور 16. النهارده يا محمد اعتقد كانت نقطه يعني تحول بالنسبه لكم، او نقطه او مباراه مهمه جدا، ان انتوا كسبانين في الدوري، وبعد كده لو كنتوا خرجتوا النهارده كانت المشاكل هتزيد، وبعد كده الاعلام هيبتدي يتكلم، فيرا هيبقى له مشاكل، انتوا كمان يعني. اعتقد المباراه دي يعني الفوز بيها غطى على حاجات كتير كانت ممكن تحصل. والله يا كابتن حضرتك عارف الفترة اللي فاتت الناس تقول لك، ناس تقول ده مجموعة الزمالك ضعيفة، يقول لك الزمالك ما يقابلش حد قوي. لا احنا الفرق اللي قابلناها في الدوري كلها فرق محترمة وفرق أقوياء. في الدوري الأبطال قابلنا ناس أقوياء، ناس محترمة. احنا الحمد لله ماشيين بخطوة بخطوة، احنا مش عايزين حد يتكلم علينا ومش مستنيين حد يدينا حاجة، احنا بنلعب باسم نادي الزمالك، فهو ده مكانه الطبيعي، ما عندناش مشكله اللي احنا هنتكلم. حضرتك عارف ان في ناس كتير قوي في مصر مستنيه نادي الزمالك يقع عشان كل اللي عنده كلمه يطلعها بقى. بس الحمد لله ربنا بيوفقنا عشان الحاجات ديت، فان شاء الله نقدر ان احنا نكمل بنفس المستوى، وفي الاخر اللي احنا مش لسه ما عملناش حاجه، اللي احنا ان شاء الله نجيب بطوله نادي الزمالك باذن الله. محمد، النهارده الحكم يعني كانت كره حازم امام دي ضربه جزاء ولا لا؟ والله يا كابتن مش باين قوي ان احنا شايلينها في الملعب، بس غير ضربه الجزاء في حاجات كتير قوي كابتن الحكم بيمشيها كده، ما اعرفش هو قاصد. مثلا الكره تبقى لينا ما يحسبهاش، تبقى نفس الكره لينا يحسبها ويدي انذار. فالحكم بصراحه حتى مستر فيرا النهارده قبل الماتش قال لنا ما تستنوش حاجه من الحكم، لعبوا ما كان الحكم مش موجود. فالحمد لله يعني اللي هو ما حكمش حاجه علينا، اللي هي كانت تحصل كل الحاجات اللي لو كان بيحكمها كانت الحمد لله بتبقى بعيده الحمد لله يعني. النهارده الفريق اللي انتوا بتلعبوه فريق محترم، يعني فريق ممكن نشوفه، يعني انا كنت بقول ان الفريق ده اقوى فريق بيقابل فريق مصري، واعتقد ان فريق زي ده ممكن يكون موجود بسهوله في دوري المجموعات، يعني فريق محترم. طبعا انا لما بنتكلم عليه النهارده ده نهائي مبكر. يعني الفرقه ديت بصراحه لو الحمد لله يعني هي قابلت برضه نادي الزمالك فرقه محترمه، بس لو كانت قابلت حد غير نادي الزمالك كانت ممكن توصل لادوار ثانيه. بس الحمد لله احنا فرقه محترمه، نادي الزمالك فرقه محترمه، فرقه كويسه.
عرفنا بنعرف ازاي نكسب الحمد لله يا كابتن. فاكيد هم لو قابلوا حد غيرنا كان ممكن يوصلوا لادوار نهائيه في البطوله، يعني لو دخلوا مجموعات كان ممكن يوصلوا نهائي كمان. محمد راضي عن ادائك النهارده ولا حاسس ان انت كنت يعني متوسط؟ لا يا كابتن، هو مش ادائي المتوقع طبعا. انا مش هكذب على نفسي اقول لك ده ادائي 100%، لا ده مش ادائي المتوقع، بس في ظل الظروف يعني كويس الحمد لله يعني. بس ان شاء الله ان الفتره الجايه الواحد يحسن. مش هقدر اقول لحضرتك اللي هو مستوى 100%. في نفس الوقت برضه مش هقول لحضرتك اللي انا كنت سيء يعني للغايه، بس الحمد لله يعني مع التيم قدرنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. زي ما حضرتك عارف يا كابتن والناس عارفه احنا بنلعب النهارده الهدف. الهدف بتاعنا اللي هو الصعود، مش حاجه اكتر من كده، فده اللي كنا بنلعب. تمام. طيب الخط قطع، نرجع لكم